دهسها بالعربية وهو ماشي على سرعة 120 زي الطيارة. ده بالظبط اللي حصل مع الطالبة سارة العدل اللي كانت في كلية الألسن جامعة قناة السويس. القصة كلها وأحداثها بتبدأ في شهر أبريل الماضي اللي هو شهر 4. اللي حصل إن البنت دي كانت طالعة من سكن الطالبات وهي ماشية، اتفاجئت وهي بتعدي الطريق لأن المدينة الجامعية على طريق دائري، فاتفاجئت إن في عربية جاية على سرعة 120 كيلومتر في الساعة فخبطتها. طبعا أول ما خبطتها طبقا لتقرير الطب الشرعي إن حصل لها انفجار في الرئتين، ده غير تدمير الأعضاء الداخلية بتاعتها وكسر في الجمجمة، وإن قلبها وقف حوالي 4 مرات لحد ما هي وصلت المستشفى ويعملوا إنعاش وتصحى تاني وهكذا. يوم التلات اللي فات محكمة الطفل في الإسماعيلية أصدرت حكمها بحبس سنة، بالحبس سنة وغرامة 2000 جنيه على الشخص اللي دهس البنت دي. طبعا الناس كلها مش فاهمة ليه القاضي حكم كده. بكل بساطة لأن الشخص ده بيتحاكم بقانون الطفل أو قانون الأحداث، لأن هو ما أتمش السن القانوني عشان يتحاسب زيه زي الأشخاص البالغين العاديين. طبعا احنا من مكاننا ده وده مطلب لكل الناس ان القانون بتاع الاحداث يتعدل وينزلوا بسن الطفل شويه لحد 12 سنه، لاننا والله العظيم دلوقتي الاطفال بقوا عارفين اكتر من الكبار. ده كل تفاصيل القصه وسبب الحكم. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.